بهاي اللحظة صار وياي أكبر موقف محرج. راح أخذكم اليوم الأشهر مطعم يقدم أكلات كازاخية. يعني أكو قاعدة خارجية وقاعدة داخلية، بس لورنس لابس نص صبدان فجبرنا إنه نقعد قاعدة داخلية. السلام عليكم. أول شيء يقدموا لك ضيافة حليب الخيل. هاي الشفقة الكازاخية خاليه على كل ميز موجود بالمطعم، بس شلون تلبس؟ هيجي؟ لو هيجي. آها. جمال. فول ما لك علاقة، خلينا نجرب وياها حليب الخيل. بسم الله. شنو رايك؟ طيب لبن ربيع عبالك. طلعت هاي ما تلبس تنحط على الميز. This tea для чайника, что-то, да. يا فشلة الفشلة وانا عبالي شفقة والعالم كلهم يبون علي غلس. المطبخ الكازاخي كلش متنوع بيه هواية اكلات. احنا اليوم راح نسوي تشكيلة منوعة. الاكل الكازاخستاني البشمرماط مالتهم وبعد والمانتي وعندهم البلوف الكازاخي. عن كلش عجبني الديكور مال المطعم، الزخرفة اللي موجودة اللي مسويها، النقشات والحركات على الحائط. هنا أنا هاي على شكل سبحة، هذا فشي كلش حلو، مجموعة ألوان. هذا النوع من الإسفنج. ديكور المطعم 10/10. طبعا أول شي نزل لنا هو الباور ساك، حارة حارة. طيب بس شنو اللي بداخلها؟ اللي بداخلها جبن. عند الاكل ما عندي صديق. يعني مثل المايونيز هذا لو شنو؟ والخاتم له لبن. وينزل وياه عصير المانجا والبرتقال. هاي يسموها السمسة، اللي احنا نسميها السمبوسة. هاي محشية جبن بس طعمها كلش طيب. هاي الباور ساك سوينا بالدهن. فاشوشية. الباور ساك كلش تشبه طعم الداطلي بس بدون شيرة. احمد لاحظ على السقفيه لاول مره انا الاحظ انه هذا البساط تبع علاء الدين أي. موجودات بالسقفيه. شو انا ما منتبه لونس وحمار قالوا لي باوع. شوف حتى السقف صاير على مسوي من الزوالي. هذا بساط علاء الدين لو اللي يطير بيه كان بافلام كرتون. هاي الاكله الثانيه اللي نزلت لنا هي المانتي. هاي خليها بالصوص اول شيء. عجينه مثل المعكرونيه بداخلها بوتيتا ودجاج بس طيبه. البيش بارماك اللي هو متكون من لحم الخيل واجزاء هوايه من الخيل. وهنا انا ما اعرف شنو الرباط خالي لك بيضايه. بيض حمام. البيض مال حمام. كازانس. هذا لحم الخروف، هذا لحم مال طلي. يلا نجرب. خلينا نجرب البيضة اول شيء. شو رايك؟ كنا خروف طلي. التمن عندهم كلش طيب. خلينا نجرب لحم الخروف. يا اخي الخروف العراقي لا يعلى عليه، ماكو مثل لحمنا العراقي. طيب هو بس لحمنا نمبر 1. هل عندك شك؟ اي والله. ليش؟ لانه هذول عايشات على الطبيعه احسن من العايشات على التبن. انا علي بالاطيب مش ماكل، ما لي علاقه. مشتهي من العراق الجيمر والعسل ودون. ميت. ابشر يلا اول ما تجي. شنو رايك بالتجربه لاول مره؟ والله طيب اكل. طيبه؟ طيب. انت ما يحتاج نسالك، انت هنا متطبع بيه. عمار بس بقى عمار. لذيذ والله. خلينا نطلب هسه تحلايه كازاخيه. يا معود هاي حتى تحلياتهم بالحصان. نزلت لنا هسه الحلويات الكازاخيه. كيرافيل طاوخن خرد رمشك لبشك بشبك كبشك. قرط. لك شنو هذا مالح؟ سراب حلال ما طيب. عيني الحلويات مالتهم سلمنا عليهم وقول لهم جزيل الشكر. عيني الحلويات هي مال لا. طبعا الحجيه دا تسالنا قالت شنو رايكم بالاكل؟ عجبكم الاكل؟ عجبتكم كازاخستان؟ اتس فيري جود. بس اسالها هذا من شنو هاي؟ شنو هذا؟ بس شوفوا الهيا شنو هاي؟ يابا هنا هي قالت هذا الرمشك المتكون من الحليب تمام وشكر وقشطه. سير ده وجبن كذلك همين. يسمونه رمشك. رمشك. ارمش. لا هو غريب. الحجيه اعطتنا معلومه كلش قويه. احنا مكيفين وحلا طلع كل اللي موجود هنا هو منتجات من البقره. صدمتني البقره. هذا القرط هذا مالح كلش تمام. صار ساعه تحكي معي تقول لي او تشرح لي، تقول لي اول ما البقره تولد تمام يحلبونها اول حلبه ثاني حلبه تمام، ويجمعون الحليب مالها تمام ويسوون من عنده القرط هذا. يقول لك مالح والله. لا صدق املح شيء اذوقه بحياتي.